السلام عليكم ومساء الخير على الجميع. اول بلاصه لازم الواحد يديكوفريها كي ديبلاسي ويسافر هي المتحف تاع هذيك الدوله، لانه المتحف يعطيك فرصه انك تعرف مختلف المراحل اللي مرت بها هذيك الدوله، وعلى اساس راح تفهم طبيعه الشعوب وطبيعه المجتمع وطبيعه الامور السياسيه نتاعها وكامله. بون، المتحف تاع تنزانيا كما راكم تشوفوا فيه المتحف الوطني هذا، شوفوا الشكل تاعو كيفاش. هذا يحكي تاريخ تاع تنزانيا اللي عرفت واحدة من أهم ولا أكبر التطورات التاريخية لمست المجتمع، وبكل بساطة وكم تعرفوها، من نظام القبيلة إلى النظام الجمهوري. يعني ناس كانوا عايشين على شكل قبائل، وقبائل مش قبيلة، قبائل مش تفاميل. نقصد بالقبائل كما نقولوا العرش بعد، لأنه هنا جاو قبائل كثيرة عاشت في تنزانيا بسبة المحيط الجغرافي نتاعها. بون، هذا راهو مجسم تاع ديناصور اللي كانوا عايشين هنا، باسكو الحيوانات البريه هنا مدايره حاله، كل الحيوانات كاينه وعايشه في المحميات الطبيعيه. قلت عرفت تغير ولا تطور من النظام القبلي النظام الجمهوري، لانه الموقع الجغرافي نتاعها قلت هي يحيط بها من الجانب الشرقي المحيط الهندي. نعرف انه الحضارات والحروب واي حاجه قامت في الدول هذه اللي عفوا انا قاعد نشوف فيها جماعه الدول اللي حداها البحر. هنا اللغه الرسميه تاعهم يسموها السواحليه. السواحليه هذه هي راهي بين لونجلي والعربيه مخلطه، مشتركه بين لونجلي والعربيه، يسموها السواحليه، لغه قديمه. فيها غاشي حوالي 65 مليون نسمه، 65 مليون يسكنوا في تنزانيا. العاصمه دار السلام يعني فيها درك حوالي 60 ملايين. اقتصاديا عندها تنوع اقتصادي، يعني عندها مداخيل من الحديد من القطن. السياحة بدات تظهر فيها لاباس، ما راكم تشوفوا المتحف هو فارغة مي صافا. كاين اللي يروحوا جهة الجزر هذيك كما زنجبار هي اللي معروفة أكثر منهم الكل. بون، هذا من لو جيد واكشين اللي يحتاج جيد هنا المتحف من داخل يبين بعض الأمور اللي مرت بها تنزانيا. وهذه رئيسة تاعهم حاليا، الدكتورة هذه. قلت مليح واحد كي يشوف المتحف يعرف كيفاش كانوا عايشين هذا في الوقت. بالمناسبة راهم متأثرينها بالعربية شوية، ما يهدروهاش بصح، لأنه زنجبار كانت محتلة من طرف عمان، سلطنة عمان، وكانت تجارة الرقيق. أنا أحكي لكم عليها في فيديو واحد آخر. وكانت لأنه تنزانيا موقعها الجغرافي وخاصة زنجبار كانت بلاصة مليحة، كانوا يجمعوا فيها الرقيق، العبيد يعني تجارة الرقيق، ويبيعوهم ومن ثم يروحوا ينطلقوا تبيعوا في دول أخرى. هذاك هو لوكيد يشرح. أنا قلت أنا اللي عجبتني فيها أنه مرت مراحل وتطورات كبيرة، حتى من أشهر الحيوانات القرود مثلا. أنا عرفتوا نوع جديد يسموه الإنساني، يقولوا بلي أول نوع تاع قرد يمشي على زوج رجلين ماشي على ربعة، على زوج. كاين هنا وهنا بعض اللوحات اللي تبين تاريخ تنزانيا. كيما هذا سلطنة عمان، السلطان تاعها من قبل اللي احتلها. هي زنجبار كانت محتلة من سلطنة عمان. أما تنزانيا كانت محتلة من طرف الألمان، ومن بعد كي خسروا في الحرب العالمية أحكمها البريطانيا، الانتداب البريطاني. نظن في 63 قامت الجمهورية. شوفوا ها اللي عجب، شوفوا ها من النظام القبلي كيفاش كانوا عايشين بشكل قبيلة، هاي، ومن بعد هنا دخلوا في النظام الجمهوري والتعليم وكل شيء. قلت هنا قبائل معروفة اللي عاشت في تنزانيا ومازالوا كاينين في بلايص ما يظهروش للناس، عندهم بلايصهم عايشين فيها ما يفوتوش مليون، يعني ما يلحقوش. هذه سابقا كيفاش كانوا عايشين. شوفوا غير التخمام برك كيفاش التطور هذا في المجتمع
هنا هاي في الاستقلال تاعهم، في الثورة تاعهم. هنا شكل الديار تاعها كيفاش كان قبل. هذه في زنجبار، جزيرة في وسط المحيط الهندي تابعة لتنزانيا. زعما كيفاش. قلت هذه كان جولة باش ما ندوخكمش بالتاريخ، بصح حاولت نلخص لكم أهم واش كاين في تنزانيا، يعني البلاد اللي تاريخيا عندها قيمة. تهلاو في رواحكم ونهاية يوم طيب.